فيلمنا بيبدأ مع آدم وهو خارج من المزرعة بتاعته وبيقابل واحدة اسمها باركر، وبنعرف بقى ان باركر دي هي بتبقى صاحبة الأرض اللي آدم أجرها منها. بيكون واضح جدا ان باركر مبسوطة من آدم لأنه أجر منها الأرض وبيراعيها على طول ورجعها تاني صالحة للزراعة. فبتقول له باركر ان هي بتعتبره زي ابنها وبتعزم باركر على العشاء. بيقول لها آدم ان هو كمان بيعتبرها زي أمه وبيوعدها ان هو هيجي يتعشى معاها. وبعدها باركر بترجع على بيتها وبتفتح الجهاز الكمبيوتر بتاعها، ولكنها بتتفاجئ ان في رسالة بتظهر على الشاشة. بتعرف باركر من الرسالة دي ان الجهاز اتصاب فيروس وان هي لازم تتصل بشركة الحماية فورا. فبترن باركر على شركة الحماية اللي هي مشتركة معاها، وبيرد عليها شخص اسمه جراند. فبتقول له باركر ايه اللي حصل في الجهاز بتاعها، وبتكون مستغربة ان الكمبيوتر بتاعها اتصاب فيروس مع انها مشتركة في شركة مكافحة الفيروسات. فبيبعت لها جراند وبيقول لها ان النظام عندهم كان فيه شوية مشاكل، وبيطلب منها جراند ان هي تنفذ الخطوات اللي هيقول لها عليها علشان تتفادى ان بيانات جهازها تتمسح. فبتنفذ باركر كلامه وبتنفذ الخطوات وكل حاجة بترجع لطبيعتها. وبعدها جراند بيقول لها ان هو هيبعت لها مبلغ $500 ده كتعويض من الشركة كده على الضرر اللي حصل، وبيطلب منها ان هي تديله رقم حسابها اللي هتستقبل عليه الفلوس. فبتديله باركر رقم الحساب اللي بيكون هو نفسه حساب الجمعية الخيرية اللي هي بتديرها. فبيبعت لها جراند مبلغ $50,000 على حساب باركر. وبعدها جراند بيتصل على باركر وبيقول لها ان هو بعت مبلغ $50,000 بالغلط، وبيطلب منها ان هي ترجع المبلغ ده والا هيترفض. فبتتعاطف باركر وبتتعاطف مع جراند وبتوافق ان هي ترجع له الفلوس. وبدون تردد بتفتح باركر حساب الجمعية الخيرية وبتكتب كلمة المرور، وبيظهر ان الحساب فيه $2 مليون. وبتبعت باركر باقي المبلغ على الحساب اللي جراند بعت لها الفلوس منه. وفجأة كل الفلوس اللي موجودة في الحساب بتاع الجمعية الخيرية بتتحول لحساب جراند. فبتتصل باركر وبتتواصل مع جراند تاني علشان تفهم ايه اللي حصل وبيحصل، ولكنه ما بيردش. فبتنصدم باركر وبتعرف ان اتنصب عليها. وفي الوقت ده جراند بيحتفل مع فريقه بعملية النصب اللي قاموا بيها، وبيظهر ان جراند متخصص في النصب والاحتيال على الانترنت. وبيجي الليل وبيروح ادم على بيت باركر حسب ميعاده معاها علشان يتعشوا. واول ما بيوصل ادم البيت بيتفاجئ ان في مسدس مرمي على الارض. وفجأة بتظهر فيرونا بنت باركر من ورا ادم وبترفع عليه السلاح وبتطلب منه ينزل على الارض. وبنعرف هنا ان فيرونا بتشتغل محققة في مكتب التحقيقات الفيدرالي. فبتتفاجئ فيرونا ان هو عارفها وبينادلها باسمها كمان، وبيقول لها ان هو حزين جدا على موت امها. ولكن فيرونا بتعتبر ادم في الوقت ده مشتبه فيه، بتقبض عليه وبتسلمه لقوات الشرطة. وبعد شوية وقت بيتم الافراج عن ادم لان مفيش اي دليل يثبت ان ادم هو اللي قتل باركر، ده غير ان الطب الشرعي كمان اثبت ان باركر هي اللي موتت نفسها. وبعدها بتكون فيرونا في البيت لوحدها وبتفحص جهاز الكمبيوتر بتاع امها، بتعرف ان السبب اللي خلاها تموت نفسها هي شركة الفيروسات. وتاني يوم فيرونا بتقابل ادم، بتعتذر له على اللي عملته معاه وبتشكره كمان على اهتمامه بامها طول الفترة اللي فاتت. وبتقول له ان امها هي اللي موتت نفسها لانها تعرضت لعملية نصب واتسرق منها كل فلوس التبرعات الخاصة بالجمعية الخيرية. فبيسألها ادم على الشخص اللي نصب على امها، فبتقول له ان هو شخص مجهول جدا وانه بيشتغل تحت ستارة واحدة من شركات الفيروسات. وبتقول له فيرونا ان هي مش هتقدر تقدم اي شكوى ضد الشركة ده لان الادلة هتثبت ان امها هي اللي بعتت الفلوس للشركة بارادتها، وبالتالي مش هيكون اي تهمة ضد الشركة. وبتطلب فيرونا من ادم ان هو يساعدها في القبض على افراد الشركة، لكن ادم بيرفض ان هو يساعدها وبيعزيها في موت امها وبيسيبها ويمشي. بعد ما بيمشي ادم بقى على طول بيتصل بواحدة زميلته في منظمة سرية اسمها خلية النحل، وبيتضح ان ادم كان عضو في الخلية دي. وبنعرف ان الخلية دي بتشتغل مع الحكومة الامريكية علشان ينفذوا عمليات السرقة ولكن بشكل غير قانوني. فبتستغرب زميلة ادم من اتصاله بيها ده لان ادم تقاعد من زمان جدا من فترة طويلة كمان. فبيقول لها ادم ان المسألة دي خاصة به شخصيا، وبيطلب منها تجمع كل المعلومات عن شركة مكافحة الفيروسات. وبعد شوية وقت زميلة ادم بتتصل بيه تاني وبتعرفه ان عنوان الشركة في المكان الفلاني. وبعدها بيروح ادم على مقر الشركة على طول، بيكون معاه جراكن مليانة بنزين. وهناك بيقابل ادم 2 من افراد امن الشركة وبيمنعوه من الدخول، لكن ادم شابك معاهم وبيخلص عليهم في لحظات. وبعدها ادم بيدخل الشركة وبيروح على مكتب الموظفين على طول وبيطلب من كل الموظفين ان هم يمشوا والا هيموتوا محروقين. وبيبدا ادم ان هو يدلق البنزين في كل مكان، فالموظفين كلهم بيخافوا وبيهربوا من المكان بسرعة. وبعدها بيجي مين؟ جيران ومعاه مجموعة من افراد الامن وبيقول لهم يهجموا على ادم، لكن ادم بيتحرك بمهارة وسرعة وبيضربهم واحد ورا التاني وبيخلص عليهم بكل سهولة. فبيترعب جيران
جراند من اللي بيشوف، بيسأل آدم هو بيعمل كده ليه، فبيقول له آدم بسخرية إن هو بيشتغل مربي نحل وإن هو بيحب يطرد الدبابير من خلية النحل. وبيطلع آدم قنبلة وبيثبت في المكان وبيوصلهم تليفونات الشركة، وبيقول لجراند إن الاتصالات اللي كانت بتكسبهم فلوس هي نفسها اللي هتبقى سبب في تدمير الشركة، وبيفهموا إن أول عميل هيتصل بالشركة المبنى ده كله هيتفجر، وبينصحوا إن هو يهرب من المكان بسرعة وبيسيبه ويمشي. وبعدها بقى بيتصل جراند بصاحب الشركة اللي اسمه ديريك وبيعرفه بكل اللي حصل، وبيقول له إن هو ما يعرفش أي حاجة على الشخص اللي فجر المبنى ده غير إن هو بيشتغل مربي نحل، ده غير إن الكاميرات كلها اتحرقت بالكامل ومفيش أي دليل ضد الشخص اللي فجر الشركة. فبيتعصب ديريك جدا لأن المبنى اللي اتدمر ده قيمته 30 مليون دولار، وبيقول له ديريك إن الشخص اللي عمل كده كان بينتقم منهم، بيطلب منه إن هو يدور ورا كل الناس اللي خدعهم ونصب عليهم في الأيام الأخيرة. وبعد شوية وقت ديريك بيبعت مجموعة من المرتزقة لجراند، فبياخدهم جراند وبيروح على بيت باركر لأن هي الوحيدة اللي نصبوا عليها في مبلغ كبير جدا، وبالتالي هي هتبقى أول واحدة عايزة تنتقم منه. وبالصدفة بيقابلوا مين؟ آدم، وهو رايح بعربيته ناحية المستودع، فبيروحوا وراه بسرعة علشان يخلصوا عليه. وأول ما بيدخلوا المستودع بيكتشفوا إن المستودع فاضي وإن مفيش أي حد فيه، وبيتضح إن آدم كمان كان عارف إن هم جايين وراه، علشان كده بيظهر لهم من أماكن مختلفة. وجوه المستودع بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني، ومش بيفضل منهم غير جراند، فبيكتفي آدم كده إن هو يقطع له صوابع إيده وبيسيبه ويمشي. بعد شوية وقت بتوصل فيرونا مع قوات الشرطة وبتكتشف إن المستودع اتحرق بالكامل، وبتشوف فيرونا جثة واحد من المرتزقة اللي كانوا في المستودع، وبتلاقي بطاقة هوية جراند تعرف إن هو يبقى مدير شركة مكافحة الفيروسات. فبترجع فيرونا على المكتب وبتتكلم مع زميلها وايل، وبتقول له إن آدم هو اللي كان في المستودع، وده معناه إن جراند راح المستودع هو والمرتزقة علشان يقتلوا آدم. تستنتج فيرونا بقى من اللي حصل ده إن آدم هو اللي فجر المبنى بتاع الشركة علشان ينتقم لموت أمها. وفي مكان تاني بيكون جراند في العربية وبيتصل بديريك وبيعرفوا إن آدم هو اللي قتل الرجالة بتاعته كلهم وكمان قطع له صوابع إيده. وفجأة بيظهر له آدم وبيربط جراند بالحزام وبيربطه بالحزام في العربية، وبيقوم مشغل العربية وبيوجهها ناحية البحر. وبيمسك آدم تليفون جراند وبيتكلم مع ديريك وبيقول له انت كنت سامع كل حاجة، وبيقول آدم لديريك ان هو هيقتله هو كمان، وبيقفل السكة في وشه. وبعدها بيركب آدم عربية جراند وبيمشي من المكان. وبعدها بيروح ديريك لواليس ده يبقى مين؟ ده يبقى مسؤول الأمن في الشركة، وبيحكي له على كل اللي حصل. فبينصدم واليس لما بيسمع من ديريك جملة خلية النحل. وبنعرف هنا بقى ان واليس كان رئيس سابق لوكالة المخابرات الأمريكية، وبيكون واليس عارف خطورة أفراد أمن خلية النحل السرية، وبيشرح لديريك ان الشخص اللي هم بيتعاملوا معاه ده على درجة عالية من الخطورة. وبعدها واليس بيتصل بجيسيك اللي تبقى أم ديريك، واللي بنعرف بقى ان هي تبقى رئيسة أمريكا شخصيا. وبيبدأ واليس يشرح لها بتفاصيل المشكلة اللي ابنها واقع فيها، وبيطلب جيرس من واليس ان هي توفر الحماية لابنها بأي تمن. فبيتصل واليس بعميلة جانيت، ودي بتكون المسؤولة عن منظمة خلية النحل، وبيقول لها ان في واحد من افراد خلية النحل اسمه آدم بيهدد حياة ابن رئيسة امريكا. فبتقول له جانيت ان آدم ده تقاعد من فترة كبيرة وان هو حاليا خارج المنظمة. فبيطلب منها واليس ان هي تخلص على آدم فورا. بنروح بقى لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبتكون فيرونا هي وزميلها وايلي بيدوروا على معلومات عن آدم في قاعدة البيانات، ولكن بيكتشفوا ان مفيش اي معلومة تخص آدم نهائي. فبتفهم فيرونا ان آدم ده يبقى رجل عسكري سابق وهو بيشتغل مع منظمة عسكرية. وبعدها بيعرفوا ان الشرطة لقت جثة جراند في البحر، فبيروحوا هناك بسرعة وبينصدموا لما بيشوفوا جثة جراند وبيلاقوا صوابعه مقطوعة بمنظر بشع. وبيجي الليل بقى وبيكون آدم في البنزينة، وبتيجي عربية وبتخبط عربيته. تنزل من العربية واحدة من افراد المنظمة بتاعة خلية النحل اسمها لاندرس. تشتبك لاندرس مع آدم في قتال شرس جدا، واثناء القتال بيجي عربية شرطة، ولكن لاندرس بتضرب عليهم نار وبتدمرها وبتقتل كل اللي فيها. وبعدها آدم بقى بيهجم على لاندرس وبيضربها، وبتفقد لاندرس اعصابها وبتجري على المدفع اللي فوق عربيته بتفتح النار بغزارة، ولكن آدم بيضربها ببرطمان العسل وبعدها بيولع فيها النار. وبيتحرك آدم بكل هدوء. نفس اللحظة دي بتنفجر البنزيمة كلها، وبعد لحظات بتتصل جانب بواليس وبتقول له ان هي ما قدرتش تخلص على آدم، وبتعرفه باللي حصل. بتفهم ان كل القتل المأجورين في المنظمة خايفين من مواجهة آدم، علشان هم عارفين كويس جدا ان آدم هيقتل اي حد فيهم لان قدراته ومهاراته اعلى
اعلى منهم بكتير. وبتعتذر جانيت لواليس وبتقول له ان هي مش هتقدر تساعده تاني للاسف. وتاني يوم واليس بيقابل مجموعه من المرتزقه، وبنعرف ان هم يبقوا جنود سابقين في البحريه الامريكيه. وبيشرح واليس لقائد المرتزقه دول اللي اسمه بيت، وبيقول له ان المطلوب منهم هو القضاء على ادم، وبيفهموا ان ادم عنده خبره قتاليه عاليه جدا، وان هو افضل عميل في المنظمه بتاعه خليه النحل. في الوقت ده بقى ادم بيوصل للمخزن الخاص بلاندريس القاتله المأجوره اللي هو قتلها الليله اللي فاتت، صح معايا. وبيستخدم صباع لاندريس وبيفتح القفل السري وبيدخل كمان، وبيبدأ ادم يستخدم جهاز الكمبيوتر وبيفضل يدور على معلومات عن شركه مكافحه الفيروسات لحد ما بيوصل لعنوان المقر الرئيسي بتاع الشركة. فبياخد ادم كمية كبيرة من الاسلحة والمتفجرات وبيخرج من المكان بسرعة. في الوقت ده بقى فيرونا هي وزمايلها بيقابلوا رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبتبدأ فيرونا تشرح له تفاصيل الحوادث الأخيرة ومنها اللي حصلت لشركة مكافحة الفيروسات، وبتعرفه إن آدم هو اللي ورا كل الحوادث دي، وإن هو يبقى عميل سابق في منظمة سرية اسمها خلية النحل. تقول له فيرونا إن آدم بينتقم من ديريك صاحب شركة مكافحة الفيروسات، وبتقول له إن هم لازما يوفروا حماية لمقر الرئيسي للشركة لأن هي متوقعة إن آدم في أي وقت هيهجم على المقر الرئيسي. بيوافق مكتب تحقيقات على طلبها وبيقول لها تعرفوا بالمستجدات أول بأول. بعد شوية وقت بيكون في مجموعة كده من مكتب التحقيقات الفيدرالي اللي قدام مبنى شركة ديريك، وبيجي آدم وبيطلب منهم يمشوا بكل احترام من المكان عشان محدش يتأذى. فبيستغرب قائد القوات من جرأة آدم وبيؤمر جنوده على طول إن هم يقبضوا على آدم بسرعة. بس بسرعة آدم بيشتتهم وبيقدر يدخل آدم للشركة، وبيروح على مكتب مدير شركة الفيروسات، وبيظهر بيتس ومجموعة من المرتزقة وبيفتحوا النار على آدم. لكن آدم بكل خفة ومهارة بيهرب منهم بسرعة وبيجري في الممرات بتاعة الشركة، فبتجري كل المرتزقة وراه وبيفضلوا يدوروا عليه شمال ويمين. وبيستخدم آدم كل مهاراته وبيقدر ان هو يخلص على كل المرتزقة واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لبيت زعيم المرتزقة، وبيدخل آدم معاه في معركة قوية جدا بس بيقدر في الاخر ان هو يخلص عليه. وبعدها بيروح لمدير شركة الفيروسات وبيعذبه كتير جدا علشان يقول له على اسم صاحب الشركة. فبيوري له مدير الشركة صورة ديريك وبيقول له ان هو ما يعرفش مكانه، ولكن في نفس اللحظة بتقتحم فيرونا المكان هي ومجموعة من الجنود، ولكن آدم بيهرب بسرعة قبل ما اي حد يشوف. تنصدم فيرونا لما بتشوف صورة ديريك ابن رئيس امريكا على جهاز الكمبيوتر. بعدها بترجع فيرونا على مكتب التحقيقات وبتتصل بمدير المكتب وبتشرح له فيرونا ان شركة مكافحة الفيروسات بتبقى واحدة من شركات جيسيكا رئيسة امريكا، وبتقدر ان جيسيكا تستخدم الشركات دي كفخ علشان تصطاد بها الضحايا بتوعها، وبيقدر ينصب ابنها عليهم من مكان لمكان. فبيتكلم واليس وبيعرف بكل اللي حصل. واليس بيعرف من إيريك وبيتصل بأمه عشان يروح يستخبى عندها في بيت لأن في خطورة كبيرة على حياته، لأن آدم عارف إن هو صاحب الشركة. وتاني يوم بيكون ديريك في بيت أمه وبيكون في حماية أمنية مشددة جدا حوالين مداخل ومخارج البيت كله، وبيكون موجود مع ديريك زعيم مجموعة من المرتزقة من أمريكا الجنوبية اسمه روس، واللي كلفه واليس بحماية ديريك من أي خطر يتعرض. وبيظهر جيس أم ديريك عاملة حفلة كبيرة في الوقت ده، وبيظهر كمان آدم وبيطلع من فتحة المجاري وبيتنكر على هيئة واحد من أفراد القوات الخاصة وبيدخل البيت بكل سهولة. وبيتحرك آدم بخفة ومهارة وبيحط القنابل في عربية قوات المسلحة من غير ما حد يشوفه. بيستخبى آدم في مكان معين كده وبيغير هدومه وبيدخل الحفلة بكل هدوء وأكنه واحد من المدعوين. في الغرفة من الغرف بيكون مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أم ديريك جيسيكا، وبيشرح لها مدير مكتب التحقيقات على عمليات الاحتيالية اللي نفذها ابنها من خلال شركة مكافحة الفيروسات. فبتتخانق جيسيكا مع ابنها ده لأنه هيدمر سمعتها وسمعة العيلة كلها. فبيعرفها ديريك إن هو عمل كل ده عشان يمول حملتها الانتخابية، وبيقول لها ان هو لو ما كانش عمل كده ما كانتش هتبقى رئيسة امريكا اصلا. في الوقت ده فيرونا بتكون موجودة من ضمن قوات تأمين المكان، وفجأة فيرونا بتشوف آدم بالصدفة فبتبلغ فيرونا القوات كلهم وبيجروا وراه عشان يقبضوا عليه. وبتحصل مطاردة عنيفة جدا بين القوات الخاصة وبين آدم، وبتنضم ليهم كمان مجموعة من مجموعات المرتزقة وبيجروا كلهم ورا آدم. ولكن عدد الجنود بتاع القوات الخاصة والمرتزقة بيكون كبير جدا وبيقدروا ان هم يحاصروا آدم في الحديقة. وبيجي هنا واليس واللي بيؤمر روس زعيم المرتزقة انه يقتل آدم، ولكن آدم بيفاجئ الكل وبيفجر العربيات الموجودة في المكان، وبيستغل آدم حالة الارتباك والفوضى دي وبيقدر يهرب من المكان بسرعة.
وبيدخل جوه البيت وبيتحرك في طريقه ناحية غرفة جيسيكا، وبيتحول آدم لإعصار قاتل بيدمر أي شيء يقف في طريقه، وأي شخص بيعترض طريقه بيموته سواء من القوات الخاصة أو من المرتزقة، لحد ما بيظهر روس قدام بالظبط وبيدخلوا مع بعض في معركة شرسة وقوية. وبيظهر إن روس مقاتل شرس، وهو كمان بيقدر إن هو يعور آدم بالسكينة، ولكن هنا بتظهر قوة آدم فبيستحمل الألم وبيهجم على روس وبياخد منه السكينة وبيبدأ يسدد له ضربات وطعنات في أماكن مختلفة وبيخلص عليه نهائي. في نفس الوقت ده بقى جيسيكا بتقرر إن هي تعمل مؤتمر صحفي علشان تعلن فيه للكل الحقيقة، وكل ده معناه إن ديريك هيتقدم للمحكمة بتهمة النصب والاحتيال. فبيرفض ديريك إن هو يتقبض عليه وبيمسك مسدسه وبيضرب مدير مكتب التحقيقات وبيقتله. فجأة آدم بيقتحم الغرفة وبيكون على وشك إن هو يقتل ديريك، ولكن ديريك بيمسك أمه وبيحط المسدس على راسه وبيستخدم أمه كرهينة. في اللحظة دي بقى بتيجي فيرونا تطلب من آدم إن هو يسلم نفسه، ولكن آدم بيتجاهل كلامها وبيضرب ديريك بطلقة في دماغه بيخلص عليه. وبعدها بينط آدم من شباك الأوضة وبيهرب، فبتجري وراه فيرونا لكنها بتسيبه يهرب، وده لأنها عارفة إن آدم كان بينتقم من كل المجرمين دول عشان هم سبب في موت أمه. بس كده يا سيدي، وكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تحط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا تكبر بيكم أكتر وأكتر. بس كده، سلام.